هنالك أود أن أذكر إخواني أعزائي وأخواتي الكريمات أن لدى شيعة أهل البيت كنوز لا يعرف ثمن هذه الكنوز إلا الله تعالى، وهي هاي الأدعية الموجودة عندكم، مثل دعاء، على سبيل المثال دعاء أبي حمزة التمالي. أنتم هل سمعتوا أحد من المذاهب الأربعة أو 40 مذهب يعرفون دعاء كميل؟ يفهمون دعاء كميل؟ أنا أتذكر قبل سنين، ممكن 30 سنة، أقل من 30 سنة، كنا في مكة المكرمة في إحدى الحملات، ما أذكر اسم الحملة، كنت أقرأ دعاء كميل في مكة المكرمة، وسماعة خارج البيت مشرف على ساحة كبيرة. الحكومة السعودية بعث شرطة وضباط لقمع الشيعة، وأنا أقرأ هذا الدعاء، اجوني جماعة قالوا قزويني تعال شوف الضباط اللي جايين يقهرون ويخوفون شايلين ايديهم ودموعهم تجري. شو هذا؟ شو هاي؟ شنو هذه؟ ابن سيد حسن يقول مولانا الآن موجود إمام جماعة في ديترويت ولاية ميشيغان، يقول فد يوم أنا قاعد بالمكتب، المكتب مالي في المركز الإسلامي اللي عنده، يقول وقفت على الباب امرأة أمريكية بس لابسة حجاب، استأذنت الدخول، أذنت لها، اجت أعلنت إسلامها، وطبعا فرح رحبت بها، أهلا وسهلا، نعمة ما صنعتي. سألتها شنو السبب؟ لابد إلى سبب، أمريكية وعايشة بأمريكا وما متعرفة على أحد مسلم. يقول عندها نسخة من دعاء الصباح لأمير المؤمنين، يا من دلع صباح لسان الصباح، هذا ما أدري منهم ترجم اللي هي بالإنجليزي. يقول جعلت تقرأ، قرأت دعاء الصباح لأمير المؤمنين حتى إذا وصلت إلى المقطع، لما وصلت إلى هذا المقطع اللي أقرأ لك إياها انفجرت بالبكاء قدامي. المقطع شنو؟ يقول مولانا أمير المؤمنين إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، إلى آخر الدعاء. أنا وإنت لأنهم مستأنسين بعد ما يترك فينا ذاك الأثر، لكن إذا واحد لأول مرة يفتح قلبه، كما يقول الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا لأول مرة من يسمع هاي الجمل والله فاتح صدره ينقلب. لذلك أحبائي أوصيكم اقروا دعاء أبي حمزة، اقروا الصحيفة السجادية. أيضا يقول ابن سيد حسن، يقول عندنا صديق مسيحي برتبة كاردينال يعني رتبة دينية جدا عالية، مثلا ممكن عدة تساوي آية الله العظمى. هذا رئيس كنيسة أكبر الكنائس في ديترويت، يقول أهديت له نسخة من الصحيفة السجادية لمولانا زين العابدين عليه السلام، أخذها قرأها، بعد مدة أجاني قال له تدري أنا أيام الأحد عندنا برنامج بالكنيسة عندنا أيام الأحد برنامج، الآن صار لي مدة من هذا الكتاب أترجم كلام زين العابدين وأقرأها في أهل الكنيسة، والناس مستانسين على هالعبارات اللي ما سامعيها من أي عالم مسيحي. زين ما طول إحنا الشيعة عندنا هاي الكنوز، ليش نغفل عنها؟ ليش؟ من تلك الكنوز هذا دعاء كميل، ليالي الجمعة لا تنسوا دعاء كميل، إذا بصورة اجتماعية إذا بصورة وحدك،
وأنت بالبيت قبل ما تنام افتح كتاب الدعاء، ضياء الصالحين، مفاتيح الجنان، هالنسخ الصغيرة، اقرأ: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. واعرف شو تقول، شنو معنى برحمتك التي وسعت كل شيء، إلى أن يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: إلهي ليت شعري أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة. في مكان آخر يقول: فهب لي يا إلهي، شوف الله أكبر، يقول: إلهي هب لي يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي أقسم صادقا لئن تركتني. شوف شعب اللي ابن أبي طالب. تعرف واحد آخر من الخلفاء، من العلماء، من الفقهاء، من الصحابة، من التابعين، من فلان وفلتان، أصلا يفهمون هالكلمات، يفهموها. بعزتك يا سيدي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. اقرؤها حبيبي، اقرأ الدعاء مع الدموع، مع الخشوع.